كان العائق عندهم هي الطفلة اللي عندها 15 سنة. بس خلاص قرروا ان هم لازم ينفصلوا. بس طبعا كان في هنا مشكلة، البنت هتعيش مع مين؟ فقرروا في الوقت دوت ان البنت هي اللي تختار. ويا هل ترى اصلا ايه اللي وصل الموضوع لكده ومين السبب في المشاكل دي؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. المهم البنت قررت ان هي تروح تعيش مع ابوها، لان طبعا قالت ان الام ممكن تتجوز في يوم من الايام، وطبعا انا مش هينفع اعيش معاها عشان خاطر لو اتجوزت ممكن يكون راجل مش كويس وانا مش هعرف اعيش مع حد غير بابا، وطبعا ده التفكير الصح. تمام. المهم بعد كده طبعا البنت راحت تعيش مع ابوها اللي طبعا المفروض سند وظهر وقوه وحمايه ليها من كل شر ومن اي حاجه، يعني لو حد لمسها كده ممكن يولع الدنيا. لكن اكتشفت غير كده تماما. فاول ليله راحت تعيش فيها مع ابوها سمعت دوشه في الصاله، وهي طبعا في الاوضه بتاعتها بتفتح الباب لقت ان باباها قاعد ومع اصحابه